ها هي مباريات الدور العراقي الممتاز بكرة القدم تعود من جديد لعشاقها الذين يتوقون ليشاهدوا ويستمتعون مع فرقهم، وهي تخوض غمار هذه المنافسات بقوة وجمالية لكسب النقاط. جرس المجموعة الثانية رن بلقاء آخر بين فريقي الحدود والصناعة على أرض ملعب بغداد. لقاءهما منذ البداية تميز بسرعة عالية، وهذا ما ولد هجمات خصوصا للأزرق الحدودي الذي أخطر منافسه لكن دون جدوى. الحال لم يبقى سائرا على ما هو عليه. الأبيض الصناعي غير أنظمته بشكل مطلق، ما قلب الموازين على الحدود الذين تراجعوا بمناطقهم لإفشال طلعات الصناعة، وفعلا نجحوا بذلك، لتبقى الدقائق المتبقية متساوية بالمستوى والنتيجة بين الفريقين اللذين استسلما للتعادل السلبي. الشوط الثاني الحذر وجس النبض بين الفريقين تواجد، إلا أن الأزرق أبعده عن مساره من خلال تواجده بمناطق عمليات الأبيض، ما أخطرهم بعدة طلعات شكلت خطورة، لكن الأبيض حافظ على لونه الناصع بتألق دفاعاته التي ردت الكثير من الهجمات، لتكون لهم هذه صحوة في عودتهم إلى أجواء اللقاء بفرض سيطرة جيدة على خصمه وزيادة زياراتهم المتكررة، إلا أنها أيضا بقيت دون تحقيق غايتهم المنشودة. الدقائق الأخيرة منسوب الفريقين أخذ يزداد، فتارة تكون للأزرق وآخر للأبيض. مسلسل الهجمات الضائعة بقي مستمرا دون تحريك شباك الآخر. النتيجة النهائية هي التعادل السلبي. اعتقد كانت غايتنا هو دخول المباراة والحصول على النقاط الثلاثة. تعرف احنا فريقنا شبابي، يعني الموسم الماضي انتقل اكثر من 7 لاعبين لانديه اخرى، استقطبنا لاعبين شباب جيدين يحتاجون لا وقت. تعرف الحافز اليوم ودافع الفوز راح يعطيهم ثقه بالنفس ويعزوها، وفعلا هذا ما حصل داخل الملعب، يعني فرص عديده واهداف يعني محققه بالجمله، بس تحتاج الى نهايه. يعني يمكن الفرصه الاخيره اعتقد يمكن حضرتك تسجلها واي لاعب اخر يسجلها يمكن. للاسف في استغلال الفرص، نقول الحمد لله والشكر. المهم ظهرنا بمستوى جيد، وصلنا للهدف، ما ينقصنا التسجيل، نحاول نعالج الايام القادمه. انه الفريق يعود للدوري منذ سنتين، لكن الحمد لله اليوم قدم الفريق مباراة رائعة جدا، وكان ممكن أن يفوز بأكثر من هدف. شفت أنت، الحمد لله والشكر، إحنا بداية الدوري وعلينا أن ورانا ماراثون طويل، ونعتقد أنه إن شاء الله هذا الدوري يكمل. الفوز غاب بهذه المواجهة، ولم تشرق فرحته لأي من الفريقين اللذين حاولا كسر التعادل السلبي بشتى الطرق، ليأخذ كل واحد منهما نقطة وضعها بخزانته. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.